السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، النهاردة هنتكلم مع بعض عن درس ثروات مصر الطبيعية والبشرية. مبدئيا يا سنة رابعة خلونا نعرف موارد. الموارد عندنا نوعين، موارد طبيعية وموارد بشرية. الموارد الطبيعية هي كل الموارد التي وهبها الله لنا في الطبيعة دون تدخل من الإنسان، ربنا اللي خلقها لنا، زي المياه والهواء والتربة والمعادن. أما الموارد البشرية تتمثل في العقول البشرية والأيدي العاملة. وتنقسم الموارد الطبيعية إلى موارد متجددة وموارد غير متجددة. الموارد المتجددة هي الموارد التي لا تنفذ باستخدام الإنسان ليها، مهما نستخدمها مش هتخلص مننا، زي الشمس والتربة والهواء والماء. والموارد الغير متجددة هي الموارد التي تنفذ باستخدامنا ليها، زي الفحم والبترول والمعادن. طيب لو جه قال لنا بما تفسر الموارد الغير متجددة قابلة للنفاذ، يعني ليه ممكن تخلص مننا يا مس؟ لأن احنا ممكن نستخدمها بشكل زايد وبشكل مستمر، وده هيؤدي إلى إن هي هتخلص مننا في يوم من الأيام، يبقى بسبب زيادة. وخلونا كمان نتكلم عن الحياة المستدامة. ايه هي الحياة المستدامة؟ هي استخدام جميع الموارد الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا بحكمة، يعني بطريقة صحيحة حتى تكفي الجميع، وكمان تتبقى للأجيال القادمة ما تخلص مننا، ودي مستدامة. مبادرة اتحضر للأخضر، مبادرة للحفاظ على الحياة المستدامة والبيئة النظيفة، عشان الحكومة تحث المواطنين إنها تحافظ على البيئة. يبقى مبادرة اتحضر للأخضر عملتها الدولة علشان تحافظ على الحياة المستدامة والبيئة النظيفة. التربة وأهمية التربة. تعد التربة مورد طبيعي مهم لزراعة المحاصيل الزراعية التي نعتمد عليها في الغذاء وفي الصناعة. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي عندنا بناكل الفاكهة والخضار، ده غذاء. والصناعة زي ايه؟ زي مثلا القطن اللي احنا بنزرعه وبعدين نوديه المصنع علشان يتصنع تيشرتات، بلوزات. يبقى اصل الصناعة بتاعت الملابس القطنية بتكون خام القطن، وخام القطن ده هو اللي احنا بنزرعه في التربة. لكن التربة عندنا يا سنة رابعة بتتعرض للعديد من الأخطار الطبيعية، زي مثلا تجريف الأرض الزراعية، بيكون شكلها كده فبتكون غير صالحة للزراعة فيما بعد، والتلوث بسبب استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية. إن الفلاح أو المزارع بيستخدم المبيد الحشري عشان يقتل الحشرات اللي بتبقى موجودة في الأراضي الزراعية، فده طبعا بيأثر على الإيه؟ بيأثر، ومن الأخطار اللي بتؤثر على التربة. ايه السلوكيات المفيدة اللي احنا نحمي بيها الموارد الطبيعية؟ زي ايه؟ زي مثلا استخدام وسائل الري الحديثة عشان نقلل من فقدان المياه، اللي هو الري بالرش او بالتنقيط. وكمان زراعة الاشجار لتنقية الهواء من التلوث، كل ما بنزود في زراعة الاشجار كل ما بننقي الهواء من التلوث. واطفاء المصابيح، يعني لما نيجي نخرج من الغرفة او الأوضة بتاعتنا او المنزل نطفي الانوار. وكمان إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة. طب إيه السلوكيات اللي بتهدر الموارد الطبيعية؟ ترك الصنبور مفتوح دون حاجة إليه، يعني مثلا إن إحنا نخرج ونسيب الحنفية مفتوحة. إلقاء نفايات المصانع في الأنهار، أو تشغيل الأجهزة الكهربائية دون استخدام ليها، إن إحنا مثلا نشغل التلفزيون ونسيبه ونخش ننام. والإسراف في استخدام المبيدات الحشرية. طيب كمان يا سنة رابعة احنا عندنا أهمية كبيرة قوي للموارد الطبيعية. أهمية الموارد الطبيعية ايه؟ بتوفر لنا الغذاء والملبس والمسكن، وهي مصدر مهم جدا للدخل، وبتوفر لنا المواد الخام للصناعة، زي ما قلنا كده مثلا القطن اللي بيدخل في المصانع.
ثروات مصر البشرية، وهو ده الكنز الحقيقي يا سنة رابعة. أبناء مصر أهم ثرواتها لأنهم من يصنعوا مستقبلنا. فبجانب الموارد الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا واللي ربنا وهبها لينا، في كمان أبناء مصر اللي هم أهم ثرواتها. وتمتلك مصر ثروة بشرية كبيرة جدا، وعندما يعمل الإنسان المصري بإخلاص وبحرص على تطوير نفسه وتعلم مهارات جديدة، فبكده يقدر ويستطيع تحويل الموارد الطبيعية اللي ربنا خلقها لنا لثروات كبيرة وعظيمة. خلي بالنا إن في دول ما بتمتلكش موارد طبيعية وفيرة، يعني ما عندهاش موارد طبيعية كبيرة أو كتيرة في تحقيق التقدم والازدهار، لكن تقدمت وازدهرت بفضل قدرات أبنائها، زي دولة اليابان، حيث أصبحت اليابان من أكثر الدول تقدما في العالم. وده بسبب إيه؟ بسبب المواطنين المتعلمين والمبدعين الذين استخدموا عقولهم وعملوا بجد واجتهاد. دي دولة الإيه؟ خلينا برضو يا سنة رابعة ناخد بعض النماذج المشرفة المصرية، زي الدكتور طه حسين. الدكتور طه حسين اتولد في محافظة المنيا عام 1889، وعاش في أسرة فقيرة وفقد بصره في سن صغير، لكنه حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية، والتحق بالأزهر الشريف ثم الجامعة المصرية، وكمان عين أستاذ للتاريخ في جامعة القاهرة، كل ده وهو ضرير. أهم أعماله وأشهر مؤلفاته هو كتاب الأيام، وتحدث فيه عن سيرته الذاتية، وكمان تولى منصب وزير المعارف عام 1951، وزارة المعارف زمان اللي هي دلوقتي وزارة التربية والتعليم، ولقب بعميد الأدب العربي، وكان له دور كبير في الثقافة المصرية. الدكتورة سميرة موسى هي أول عالمة ذرة مصرية وأول معيدة بكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول. ولدت عام 1917، وكانت بتحب العلم جدا منذ صغرها، والتحقت بكلية العلوم بجامعة القاهرة. وزي ما قلنا هي أول عالمة مصرية حصلت على الدكتوراه في مجال الطاقة النووية، وأسهمت في تأسيس هيئة الطاقة الذرية في مصر، وركزت في أبحاثها على استخدام الطاقة النووية للأغراض السليمة زي علاج الأمراض. وكمان أخذت وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تكريم لمجهوداتها العظيمة، حتى توفي 1952. الدكتور جمال حمدان ولد في محافظة القليوبية عام 1928، وتفوق في دراسته حتى أصبح من أهم العلماء في مجال الجغرافيا، وألف العديد من الكتب والأبحاث المهمة. وتعد موسوعة شخصية مصر من أهم مؤلفاته، حيث تناول فيها تاريخ وجغرافية مصر بشكل كامل وشكل شامل، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية. كمان الدكتور مصطفى السيد. الدكتور مصطفى السيد ولد في محافظة الغربية عام 1933، ومن أهم إنجازاته أن تركزت أبحاثه حول استخدام جزيئات الذهب الصغيرة في علاج مرض السرطان، حيث تساعد هذه الجزيئات في قتل الخلايا السرطانية دون أن تؤذي الخلايا السليمة. وحصل على العديد من الجوائز المصرية العالمية. الدكتور أحمد زويل ولد في محافظة البحيرة عام 1946، وكان عالم كيمياء مصري مشهور، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء لاختراع تقنية الفيمتو ثانية، التي ساعدت العلماء في فهم كيفية حدوث التفاعلات الكيميائية فائقة السرعة. ودي يا سنة رابعة بعض النماذج الدكاترة المشرفين لبلدنا الحبيبة مصر، وفي نماذج كتير زيهم، لكن دول من أبرز النماذج اللي موجودين عندنا في منهجنا السنة دي. وبكده يا سنة رابعة نكون خلصنا الدرس مع بعض. أشوفكم إن شاء الله الدرس القادم.